لماذا يكره الجن والشياطين العجوة والتمر بأنواعه؟ أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نأكل كل يوم وفي الصباح بالتحديد 3 أو 5 أو 7 حبات من التمر، ويفضل طبعا أكل 7 تمرات. ولكن ألم تتساءلوا يوما لماذا أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأكل التمر كل صباح بأعداد فردية؟ ألم يخطر ببالكم ما هي الفوائد التي تعود للجسم بأكل هذه الأعداد الفردية؟ ولماذا ليست زوجية؟ ولماذا التمر وليس نوع آخر من الفواكه؟ فقد أثبتت الكثير من الدراسات مؤخرا والتي وضعت العلماء في حيرة كبيرة كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل منذ زمان بعيد للحماية من المس الشيطاني ومس الجن، حيث تبين الأبحاث أنه عند تناول التمر أو البلح فإنه يعمل على توليد نوع من الطاقة تسمى الهالة الزرقاء، وهذه الهالة الطيفية تشكل درعا واقيا حول الجسم كله تماما، مثل الدرع الواقي لحماية الجسم من الكثير من الأمواج الكهرومغناطيسية والغير مرئية، وهذه تكون متولدة من السحر أو العين الحاسدة أو من الجن ومن هم على هذه الشاكلة، والتي تضر بالإنسان بشكل مباشر. وهذه الهالة الزرقاء تجعل الجن بالذات غير قادر على أن يخترق هذه الهالة المتولدة من أكل التمر أو البلح الذي يبعث بهذه الطاقة من العناصر المكونة لحبات التمر، وبالذات عنصر الفوسفور، والمعروف عنه بأنه غني بالإلكترونات التي تعمل مضادة للشحنة الموجبة التي تجذب الجن. ولكن الشرط أن تكون عدد حبات التمر الذي تناولها الإنسان عدد فردي كما سبق وذكرنا، وكلما زاد العدد إلى 7 حبات تكون هذه الهالة أقوى وأكبر. وأثبتت الدراسات أن الإشعاعات التألقية الفوسفورية تدعم حدوث الطيف الأزرق حول الجسم، وبالتالي تمنع الجسم من أن يخترق هذا الحاجز. ومن ناحية أخرى فإن الجن يتمكنون من اختراق الأطياف الأخرى. ولكن ماذا يحدث إذا أكل أحدنا عدد زوجي من حبات التمر؟ في هذه الحالة فإن التمر يخزن في الجسم على شكل سكريات، ولا يعطي أي تأثير لتشكيل الهالة الزرقاء، والعدد الفردي يؤدي إلى تحويله إلى كربوهيدرات. صدق رسولنا الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، وصلى الله عليه وسلم. يسعدنا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب لمتابعة كل جديد. قناة عرفني.